ده الفيديو الرابع عن الشوكة العظمية. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن تعريفها وتشخيصها. دلوقتي هنتكلم على علاج الشوكة العظمية، ازاي نعالج الشوكة العظمية. زي ما قلت لكم في الاول خالص ان الشوكة العظمية او البلانتر فاشيايتس في 90% من الحالات هتخف لوحدها، بتخف في خلال 10 شهور لسنة. طب احنا دورنا كجراحين عظام ايه؟ احنا بننصح العين بقى يريح شوية، لو هو من الناس اللي بتقف كتير او بتلعب رياضة من غير اطالات يعمل شوية اطالات بعد الرياضة، ما يلبسش حاجات فلات، يلبس الجزم بتاعته تبقى جزم مريحة او كعبها مريح، يبقى دايما الكعب فيه سنه مرفوعه، حتى شبشب البيت يبقى كده. بنديله مضادات للالتهاب. الاحسن ان احنا ندي حاجه لوكال توبيكال، يعني ندي مرهم او جل يدهن على الحته دي، لان اللفافه الاخمصيه الدوره الدمويه بتاعتها مش حلوه، فلما بندهن عليها حاجه لوكال بتبقى احسن. هتلاقوا موصوف في الانترنت ان هو يحط تلج تحت رجله ويحرك عليه الكعب. في خبرتي انا في السنين اللي فاتت لقيت ان ساعات التلج بينفع، ساعات الكمادات الدافيه بتنفع، فساعات بنقول لعين جرب ده او ده واللي يريحك فيهم اعمله. بنديله تمارين اطالات وبعدين بنبعته العلاج الطبيعي. والعلاج الطبيعي هنا هو اهم خطوه، بيعمل اطاله للفافه الاخمصيه، بيعمل اطالات للوتر اكيلس وعضلات السمانه، بيعمل حاجات للتمارين اللي هي بتاعه القدم المفلطح بتاعه الفلات فوت، بيعمل حاجه اسمها بين موداليتيز عشان يضيع الوجع. طب لو الحاجات دي ما نفعتش، في حاجات تانية هقولها لكم في الفيديو الخامس. انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحه عظام متخصص في تغيير المفاصل، وهقول لكم في الفيديو الخامس على بقيه وسائل علاج الشوكه العظميه.